نادي نجس بلعبته ما بتتشطفش فو على ما يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. طب علشان خاطر كده تعالوا معايا كده اهو. الزملكاوي يروح ينام عادي. طالما انا مش قد المنافسه يبقى اقفل النادي. ما هو بقى هتعمل ايه؟ غصب عنك قدرك. بس حرام عليك يا اخي، اتقي الله فينا، يعني اتقي الله في لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك، احنا تعبنا. ما مش بتاعتنا دي، ده قضاء وقدر. طالما انا مش قد المنافسه يبقى اقفل النادي. مالها القهوه البلدي؟ بس ده اللي انا جاي اقول لك قبل ما تنام. طاهر هيعملها ولا طاهر مين؟ يا حسام شو هنرجع. اخواتي الزملكاويه الجمال، وانا لما بقول اخواتي بجد يا جدعان، لان انت لو دورت في اسرتك هتلاقي في منهم اهلاويه وفي منهم زملكاويه. ممكن تلاقي 2 اخوات عايشين في بيت واحد اهلاوي وواحد زملكاوي. ممكن تلاقي اب اهلاوي وابن زملكاوي او ابن اهلاوي واب زملكاوي، فهم فعلا اخواتنا. المهم تعال نشوفهم ونتفرج عليهم ونشوف خفه دمهم ونرجع مع بعض تاني. الاهلي بطل السوبر المصري، وانا عرفت ليه الاهلاويه. تعالوا انتوا في النهائي، احنا بنشجعكم. انا عرفت ليه، عشان الكومبارس الازلي. غلسنا على بيراميدز، كانوا يروحوا هم ينافسوا. طالما انا مش قد المنافسه يبقى اقفل النادي. مالها القهوه البلدي؟ والله ما فيها اي حاجه، ده احنا مديونين لطوب الارض وما بنلعبش وبنتهان كل مره. بصوا يا رجاله، ده ايه ده شاكوش، وكلنا عارفين اي حد معاه شاكوش هيستخدمه في ايه بالظبط. علشان خاطر كده انا قررت اروح في اوروبا اشوف لي اي فريق اشجعه، ولكن انا لازم افش غل النهارده انا جبت اخري من نادي الزمالك. حي دور الاهلي جاي. خد بس قبل ما تنام. رايح فين؟ هقول لك على حاجه قبل ما تنام افطمك عليها. بقالي 20 سنه بشجع نادي الزمالك ودمي محروق، وخلي بالكم لو كملت في تشجيع نادي الزمالك دمي هيتحرق اكتر واكتر وهيجي لي امراض الدنيا. فعلشان خاطر كده انا قررت اتخلص من نادي الزمالك، وان شاء الله مش هتفرج على الكره المصريه تاني بسبب نادي الزمالك وبسبب حرقه الدم اللي جابها لنا نادي الزمالك. الزملكاوي يروح ينام عادي. الكلام ده لاخواتنا بتوع بحلم بيك. انا بحلم بيك وفي النهائي مستنيك. انت نبقى زي النادي الاهلي، انا مش عارف امتى بالظبط. وعلشان خاطر كده تعالوا معايا كده اهو. خلاص مفيش خلاص يا رجاله، خلاص مفيش زمالك تاني. خلاص الزمالك هيجيب لنا امراض الدنيا والاخره. حي سودا، بلاش نسودها. زرقاء بلاش نزرقاء. ما هو بقى هتعمل ايه؟ غصب عنك قدرك. بس انا قدرك اجيلك. ما مش بتاعتنا دي، ده قضاء وقدر. انا جاي لك، هي كده. انا مش بداخلي، يعني احنا حاولنا كتير ان احنا نخرج والله ما عرفناش. حي يا عم اتقي الله يا عم اتقي الله يا عم حرام عليك يا عم. انا كان قلبي حاسس، وامبارح الشناوي عمال يقول لك الزمالك وفريق كبير والمنافس الاول. انا كنت عارف انه هيعمل لنا استغفر الله العظيم النهارده. بس حرام عليك يا اخي، اتقي الله فينا، يعني اتقي الله في لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك، احنا تعبنا. حرام، ولا دوري ولا سوبر. سيناريوهات زفت الكوره على عمال اللي ضيع. يعني انا اقول لي يعني بقى كتبت الكلام ده يا ابني؟ اكتب ايه يا باشا؟ ده انا معتمد على الكتابه. انت عامل دماغي يالا، فين الكلام؟ زيزو ده لعبها بالسنتيمترات. ده محمد اسماعيل اللي بيقول لك النجم القادم. وعواد خد سكرين شوت وقف عمل كده. هو اي مباراه صاد لاي واحد مش لازم يسجل. انا ما انت برضه يعني ما انت احمد سيد زيزو واشرف بن شرقي برضه، يعني ما انت برضه يعني ما برضه يعني ده يا جدعان يعني والله العظيم 3 احنا ما يعني. يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. طاهر هيعملها ولا طاهر مين؟ يا حسام شو اضرب بقى يا زمالك بقى، ما تضرب يا عم. ايوه كده، الشناوي طلع بيقفش العصافير. جدع يا شنو. هنرجع وهنمسكه بالله. ايه بقى؟ ليه اتلغى ليه ده بقى يا جدعان بقى؟ وايه ده بقى؟ قليل الحظ بيلاقي العظم في الكرش. اقسم بالله انا تعبت.
بالله انا تعبت، اقسم بالله انا تعبت وزهقت مع الفريق اللي عنده تروما، بشجع نادي مريض. عندنا سيكم وانت يا عم عبد الرؤوف، يا عم عبد الرؤوف انت واقف على الخط بتعمل ايه اصلا؟ ما كنت تنزل بالتشكيله دي من الاول. ما هم برضه كانوا اترزقوا، ما هو بالتشكيله دي جه فينا اجوان برضه. هتبلعوا 2-0. ايوه اهم حاجه، بص اهم حاجه افضل سامع صوتك. وبعدين احنا اصلا نص اللعيبه اللي عندنا عبط، يعني شيكو بانزا اصلا زي ما محمود الليثي وعمر كمال بيغنوا قبل البتاع، طلع السبليف بتاعه اشتغل، طلع لوحده يا عيني لقوه واقف يعني. ما برضه احنا تعبانين برضك يعني، انت ما يعني شكرا سبحان الله احنا ده يعني راحت مننا. فانت يعني لما تيجي تحط نفسك مكان الناس بتاعت ليه انا انت حتى ده الجول اللي انا جبته، الجول الهدف يتيم يعني انا يعني والله انا فيها دي يا باشا، يا باشا انا اللي سايقها يا باشا، وانا اللي في العربيه ما عرفوش. خد يا ابن قلب، بص يالا اسمك محمد هاني ولا يا ولد يا ولد؟ زيزو 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 يالا، زيزو يالا، زيزو من شرق يالا، زيزو من شرق يالا. يعني طاهر ده طاجن هو اللي يعمل. وحسام عم ايه اللي ينزلك انت؟ ظهرك مش انت عندك يا ابني الفقره الرابعه والخامسه؟ شريف كسرها لك في الماتش اللي فات. ايه اللي نزلك؟ طب الفرقه فين ومين اللي بيغطي اتعرضت فين دفاعي؟ ولا مروان بيحط ولا فين عواد. ايه عواد؟ انت قصير كده. انا جيت واقف اما نيجي نلعب ضربات جزاء اخدك بس. احنا بنلعب خماسي. انت قصير كده ليه؟ ده تحت الجول يا عواد، ده الكرة تحت الجول يا عواد. يا سلام، ده حطها كمان في الجول. انت قوي راجل واقف. اما نبقى نيجي نلعب ضربات جزاء يا عواد. مش سامع صوتك، قلت لك عايز افضل اسمع صوتك. فين صوتك يالا؟ فين صوتك يا بائس يا محلي؟ نحن الاهلي يالا، تسقط انت وتاريخك يا بائس يا محلي. خلصت يالا، خلصت يالا، بص لي يالا، خلصت. دبح 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 دبح. انا الاهلي، انا الاهلي اللي جاي والحاضر، انا الاسم اللي هد جبال. بالله واحده يا ناصر بس نرجع. جول الله الجزيري. يا سوادي، هو خبطها في ايده؟ يا سوادي انا حاسس ان هو خبطها في ايده. يا سوادي هو هيكون خبطها في ايده. قطعها في الجون على طول ان شاء الله. نادي نجس بلعبته ما بتتشطفش فو على ما حرام برضه اخوانا والله حرام. وبعدين التاني عامل شبه الكونغر طالع بينط على الكوره. طب شيل ايدك من الموضوع، شيل ايدك هاتها وراك، شيل ايدك خلي الكوره تخش في الشناوي. نطعها في ايده ابن المنطوحه. اتروقنا ترويقه النهارده في الملعب والحمد لله. الجرأه اللي كان فيها نادي الزمالك مع النادي الاهلي النهارده ربنا ستر. يعني انت والله العظيم 3 قسما بالله ربنا ستر معانا النهارده. ده انا نازل بنص الفريق عبط. يعني خوان بيسيرة ده بيعمل ايه في الملعب؟ يعني انا عايز افهم بقى. بتعيط ليه؟ يعني انت لما انت تعيط وانت ما بقالكش 4-5 ماتشات بتلعب مع الزمالك، انا اعمل ايه يعني؟ اقسم بالله اقسم بالله ما اقدر اتخيل الكره المصريه من غير نادي الزمالك وجمهور الزمالك. اقسم بالله يا جدعان، احنا يا جدعان اصلا يعني احنا من منذ انشاء الناديين واحنا بنحفل على بعض وبنضحك وبنهزر. يا جماعه ده اسمه تحفيل، يا جماعه ده اسمه نكش، يا جماعه ده اسمه ان انا بحب النادي بتاعي ففرحان بفوزه، انا بحب النادي بتاعي فزعلان بهزيمته. ده شيء طبيعي جدا يا جدعان. المهم بجد 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 انا بحب اتفرج على فيديوهاتكم جدا والله العظيم بجد بالامانه بموت من الضحك، والله بموت من الضحك ومش تريقه. اقسم بالله ما تريقه ولا تحفيل. انا بحب فيديوهاتكم فعلا لانها بتضحكني جامد. بتديني كده، عارف انت الفيديوهات اللي بينزلوها قبل الماتشات اللي هو انا مستنيك انا مستنيك يوم قصدي بحلم بيك يوم الصور مستنيك وتعالى لي يا اهلي ومش عارف ايه ده، احنا مش عارف هنعمل ايه في الاهلي ده. الفيديوهات دي بتطمني جدا، اقسم بالله الفيديوهات دي بتطمني جدا وبتخليني احس كده ان خلاص الماتش بتاعنا احنا ان شاء الله كسبانين. لان طول ما هي الثقه زايده عندهم كده. خدوا بالكم يا جمهور الزمالك، انتوا بتنقلوا الثقه دي للعيبه، عشان كده اللعيبه بتنزل مغروره في نفسها فبتخسر. خدوا بالكم من النقطه دي.
يا ريتني ما قلتها لكم عشان ما تعملوش بيها. اهم حاجه كل الفيديو عجبكم وبسطكم، وشكرا ليكم جدا جدا، احلى اخوات في الدنيا والله العظيم، سواء اهلاويه او زملكاويه. واتمنى لا تبخل علينا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وشكرا ليكم والسلام عليكم.